مزرعة سلمان الفارسي رضي الله عنه التي زرعها الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذه هي. أي نعم، الحمد لله أنها ما زالت موجودة. دخلنا لها من جهة أخرى. أي نعم، هذه المواضع كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بيده الشريفة. كان صلى الله عليه وسلم يزرع النخيل ومعه الصحابة رضي الله عنهم. بستان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بالمدينة المنورة بطيبة المباركة. إني أشم رائحة الجنة يا أحباب، صدقوني. في هذا الهواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يتنسم هذا الهواء، ونحن الآن نتنسم نفس الهواء. الله أكبر. ماذا أخبركم، ماذا أقول لكم؟ إنها الجنة الحقيقية في الدنيا. هذه الجنة التي أخفيت عنا، ولكن سنحافظ عليها إن شاء الله تعالى. يأتي الناس إلى العمرة وإلى الزيارة وإلى الحج ولا يعرفونها ولا يدخلون إليها، يخفون عنهم هذه الحقيقة الجميلة. ولكن نحن لهم بالمرصاد إن شاء الله. أثار الحبيب صلى الله عليه وسلم لن تطمس بإذن الله، وسنحافظ عليها لأن في بقائها بقاء للدين، والسنة تتبع أثار. هذه سنة ابن عمر رضي الله عنه، لا بد من إحيائها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.